جدا وفي نفس الوقت شكلها جميل قوي. ممكن تعملي بيها بطانيه للبيبي. اولا بتشتغل، يعني بنشتغلها كلها بغرزه العمود والحشو. فغرزه العمود بتكبر معاكي الشغل بسرعه. كمان في نهايه البطانيه لو هتعمليها بطانيه مش هتحتاجي تعملي حرف اضافي ليها، لان هي زي ما احنا شايفين كده شكلها فستونات في الاخر، فبيبقى شكلها جميل جدا. طيب نشوف كده هنعملها ازاي ان شاء الله. اول حاجه هعمل دايره سحريه بالشكل ده، عقده بسيطه كده، وبعدين هدخل الابره جوه العقده ديت كده، واسحب الخيط وابدا شغل جوه الدايره دي بالظبط. اوكي. هعمل ايه دلوقتي؟ هرتفع 3 سلسله، 1 2 3، وهعتبر 3 سلسله دول اول عمود. اوكي. طيب وبعدين هعمل سلسله كمان، ودي هتبقى مسافه بين اول عمود وتاني عمود او العمود اللي جنبيه، وهبتدي اشتغل جوه الدايره ديت 7 عواميد بين كل عمود والتاني سلسله. ادي العمود الاول، بعدين سلسله، وادي العمود التاني سلسله، اكمل كمان جنبهم 5 عواميد بين كل عمود والتاني سلسله. نعد العواميد بتاعتنا، هنلاقيهم كام عمود؟ 1 2 3 4 5 6 7، والثلاث سلاسل الاولانيين دول اللي انا اعتبرتهم عمود كده يبقوا 8 عواميد بين كل واحد والتاني سلسله. طيب هنقفل السطر الاول ده ازاي؟ انا عملت هنا عمود وفي الاخر وبعديه عملت السلسله. هشد بقى طرف الدايره السحريه كده. اوكي. وهقفل بغرزه منزلقه في السلسله رقم 3 من اول 3 سلاسل بعتبرها اول عمود. يبقى ده كده شكل السطر الاول. اوكي. طيب السطر التاني هعمل ايه؟ السطر التاني عايزه ابدا شغلي من الفراغ الاول ده، فهعمل غرزه منزلقه جوه الفراغ بالشكل ده كده. تمام. وابتدي ارتفع 3 سلسله، 1 2 3، وهعتبرها اول عمود. اوكي. وابتدي اشتغل جنبها 6 عواميد، 1 2 3 4 5 6. يبقى كأن كده الفراغ ده فيه كام عمود يا جماعه؟ فيه 7 عواميد. الست عواميد اللي احنا عملناهم دول زائد الثلاث سلاسل اللي بعتبرهم عمود. وبعدين الفراغ اللي جاي بعديه ده على طول هبتدي اشتغل غرزه حشو. وبعدين الفراغ اللي بعديه ابتدي اشتغل 7 عمود، 1 2 3 4 5 6 7. وبعدين الفراغ اللي جاي بعديه على طول هشتغل غرزة حشو، وهكذا. هيبقى الشكل بالشكل ده كده. تمام. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ الفراغ اللي جاي ده هشتغل 7 عواميد، وبعدين هنا غرزة حشو، وبعدين اللي بعديه 7 عواميد، وبعدين هنا غرزة حشو، ونقفل السطر سوا. هنقفل بغرزة منزلقة زي ما متعودين في السلسلة رقم 3 من أول 3 سلاسل أنا بشتغلها. تمام كده. وده كده الشكل السطر التاني. طيب السطر التالت هعمل ايه؟ هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وهعمل سلسلة كمان، دي هتبقى مسافة بين العمود الأول والتاني. أنا عايزة العمود أو عايزة شغلي يكون في غرزة الحشو دي، فبالتالي هعمل العمود جوه غرزة الحشو بالشكل ده كده. فكده كأني بالظبط عندي عمود سلسلة عمود. اوكي. واكمل شغلي برضه سوري في غرزة الحشو دي. هشتغل دلوقتي ايه؟ 3 سلسلة، 1 2 3، وبعدين جوه غرزة الحشو كده هعمل عمود، وبعدين سلسلة، وبعدين عمود. كل ده فوق غرزة الحشو بالشكل ده كده. اوكي. وبعدين هبتدي اعمل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وبعدين اجي هنا عند غرزة الحشو اللي بين ال7 عمود وال7 عمود اللي انا كنت عاملاها في الفراغ ده. هشتغل ايه؟ هشتغل عمود، سلسلة، عمود، 3 سلسلة، عمود، سلسلة، عمود بالشكل ده.
انا كده كونت الركن الاول وادي الركن التاني او الزاويه الاولى والزاويه التانيه. تمام. وبعدين اعمل 5 سلسله، 1 2 3 4 5، واكرر تاني فوق غرزه الحشو هنا اشتغل عمود، سلسله، عمود، 3 سلسله، عمود، سلسله، عمود، بالشكل ده. يبقى احنا كده دي تالت زاويه او تالت ركنه. اوكي. وبعدين هعمل 5 سلسله واكرر تاني هنا فوق غرزه الحشو دي، و5 سلسله، ونقفل السطر سوا. هنقفل السطر بغرزه منزلقه في السلسله رقم 3 من اول 3 سلاسل بنبدا بيهم، بيبقى الشكل كده. اوكي. السطر اللي بعد كده هعمل ايه؟ محتاجه اشتغل من جوه الفراغ ده، فهنعمل غرزه منزلقه وابتدي اشتغل 3 سلاسل، 1 2 3، هعتبرها عمود طبعا، وجنبها هعمل 6 عمود، 1 2 3 4 5 6. كده كأني عملت جوه الفراغ ده 7 عواميد، الثلاث سلاسل الأولى وجنبيها 6 عواميد. وبعدين هاجي في الفراغ المكون من 3 سلسلة ابتدي اشتغل غرزة حشو، وهنا في الفراغ المكون من سلسلة هبتدي اشتغل 7 عمود، 1 2 3 4 5 6 7 بالشكل ده. تمام. وبعدين هنا انا عندي 5 سلاسل، اوكي، وتحتهم في السطر الثاني كان فيه 7 عواميد، فانا هعمل ايه؟ هاجي فوق العمود رقم 4 اللي هو ده، وابتدي اشتغل غرزة حشو، بس هاخد سلاسل ال5 سلاسل دول معايا كده بالشكل ده كده. تمام. وبعدين ابتدي اشتغل تاني، اكرر اللي عملته هنا هكرره في الزاوية دي، بمعنى ان انا هشتغل في الفراغ الاول ده 7 عمود، وبعدين هعمل هنا غرزة حشو، وبعدين هعمل هنا 7 عمود. الشكل بقى كده يا جماعة. اوكي. وبعدين اكمل هشتغل ايه دلوقتي؟ عندي 5 سلاسل تحتيهم 7 عواميد زي ما اتفقنا، فهبتدي اعمل غرزة حشو فوق العمود رقم 4، وكمان السلاسل دي هتبقى معايا كده جوه غرزة الحشو بالشكل ده. وابتدي اكرر تاني في الزاوية ديت. عندي هنا فراغ مكون من سلسلة، فراغ مكون من 3 سلسلة، فراغ مكون من سلسلة، زي ما عملت في الجانب ده وفي الجانب ده. هشتغل هنا في الفراغ ده هشتغل ايه؟ هشتغل 7 عواميد، وبعدين اعمل هنا غرزة حشو، وبعدين اعمل هنا 7 عواميد، وبعدين اجي هنا امسك السلاسل ديت واعمل غرزة حشو فوق العمود رقم 4، وارجع اكرر هنا تاني، وكمان اعمل هنا غرزة الحشو اللي متفقين عليها، ونقفل السطر سوا. اوكي. نقفل السطر سوا زي ما متعودين بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 3 من اول 3 سلاسل انا برتفع وبعتبرهم عمود. الشكل بقى كده يا جماعة، شايفين قد ايه جميلة؟ اوكي. كده كونت عندي الزوايا، الاربع زوايا دول، دي الزوايا الاساسيه بتاعت المربع او البطانيه اللي انا هشتغلها. تمام. هبتدي السطر اللي بعد كده هعمل ايه؟ والبدايه دي اللي هبدا بيها كل سطر، خلوا بالكم معايا لانها مهمه. هنرتفع 3 سلسله، 1 2 3، وهعمل كمان سلسله، دي بتبقى مسافه بين العمود والعمود التاني. احنا زي ما اتفقنا عايزين نبقى شغالين هنا بغرزه الحشو ديت، اوكي، فهعمل العمود بالشكل ده كده جوه غرزه الحشو بالشكل ده. فكده اصبح عندنا عمود سلسله عمود بالشكل ده. تمام. طيب وبعدين هبتدي اشتغل 5 سلسله، 1 2 3 4 5. لاحظوا زي ما احنا متفقين هنا زاويه 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 زاويه، في الاربع زوايا دول هشتغل الاتي اللي هو ايه؟ هعمل ادي غرزه الحشو اهي، هبتدي اشتغل عمود، سلسله،
عمود، 3 سلسلة، عمود، سلسلة، عمود. وده هكرره في الاربع زوايا يا جماعه، ده هكرره في الاربع زوايا. تمام. طيب بين الزاويه والزاويه في غرزه حشو هشتغل فوقيها ايه. الاول هعمل 5 سلسله، 1 2 3 4 5. فوق غرزه الحشو هنا ابتدي اشتغل عمود، سلسله، عمود، بعدين 5 سلسله، 1 2 3 4 5. وابتدي اكرر تاني، ابتدي بقى اكرر تاني هنا في الزاويه دي. هبتدي اشتغل ايه اللي احنا اشتغلناه في الزاويه دي. اوكي، عمود، سلسله، عمود، 3 سلسله، عمود، سلسله، عمود في غرزه الحشو هنا. وبعدين غرزه الحشو اللي هي بين الزاويتين هشتغل عمود، سلسله، عمود زي ما عملنا هنا. وبعدين 5 سلسله واكرر تاني في الزاويه هنا. وبعدين 5 سلسله واكرر هنا اللي بنعمله بين الزاويتين، عمود، سلسله، عمود، 5 سلسله واكرر هنا الزاويه. وبعدين نرجع نقفل السطر ده سوا. وده شكل السطر بعد ما خلصناه. ادي الزوايا، تمام، وادي غرز الحشو اللي بين الزوايا. تمام، الصوره كده واضحه. طيب نقفل بقى السطر ده سوا. في تالت سلسله بغرزه منزلقه. تمام كده. هشتغل ايه دلوقتي؟ انا عايزه السطر دوت، عايزه ابدا شغل من جوه الفراغ دوت. فزي ما اتفقنا وزي ما متعودين هعمل غرزه منزلقه داخل الفراغ ده كده، وابدا الشغل على طول بقى من هنا. هعمل ايه؟ هرتفع 3 سلسله، 1 2 3، واشتغل جنبها 6 عمود. 1 2 3 4 5 6. اوكي، يبقى كأني اشتغلت جوه الفراغ ده ايه يا جماعه؟ 7 عواميد. الستة اللي احنا عملناهم والثلاث سلاسل الاولانيين اللي بعتبرها عمود. هاجي بعد كده زي ما متعودين هنا بعمل غرزه حشو فوق العمود رقم 4. هاجي هنا كده واعمل غرزه حشو، واخد السلاسل كمان معايا، الخمس سلاسل اللي احنا شغلناهم في السطر اللي فات. وبعدين هاجي هنا بقى في الزاويه، احنا عارفين هنعمل ايه. هنعمل هنا في الفراغ الاول ده هعمل 7 عمود، وبعدين هنا غرزه حشو، وبعدين هنا 7 عمود. ماشي، اشتغل هنا كده 7 عمود حشو، 7 عمود بالشكل ده كده. تمام. وبعدين هشتغل ايه؟ هعمل غرزه حشو هنا فوق العمود رقم 4. وبعدين في الفراغ دون المكون من السلسله هشتغل 7 عمود. 1 2 3 4 5 6 7 بالشكل ده. تمام. بعدين غرزة حشو فوق العمود رقم 4. بعدين هيقابلنا هنا الزاوية رقم 2. هشتغل ايه؟ هشتغل زي ما عملت هنا بالظبط. هشتغل هنا في الفراغ ده المكون من السلسلة الاولاني ده 7 عمود. وبعدين هعمل هنا غرزة حشو، وهعمل هنا 7 عمود. وبعدين اجي هنا اعمل غرزة حشو فوق العمود رقم 4. وهنا في الفراغ دوت اللي هو بين الزاويتين هشتغل 7 عمود. واجي هنا اعمل غرزة حشو فوق العمود رقم 4، واكرر اللي بعمله هنا في الزاوية تاني، 7 عمود، غرزة حشو، 7 عمود، بعدين هنا غرزة حشو، وهكذا. السطر كله هيمشي بالطريقة دي، ونرجع نقفله سوا ان شاء الله. وادي الشكل اهو بعد ما خلصت يا جماعة الزوايا الاربعة. تمام. بقى كل زاوية في النص هنا يعني في النص هنا مروحة تانية او شكل تاني بنعمله. اوكي،
هاجي هنا فاضل لي بس اعمل ايه، هعمل غرزة الحشو الاخيرة اللي هي فوق العمود رقم 4 زي ما احنا متفقين، وبعدين هقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده كده. يبقى خلص السطر ده معايا. تمام. دي الفكرة العامة بتاعت الغرزة، ان انا خلاص كونت زوايا محددة اهي، وعرفت بشتغل في غرزة الحشو بتاعت الزوايا دي ايه. تمام. وبعدين بيبقى لي في غرزة حشو بين الزاويتين، السطر اللي بعديه هيبقى فيه غرزتين حشو هشتغل فوقيهم برضو كل واحدة 7 عمود، وهكذا. يعني انا دلوقتي عشان اشتغل السطر اللي بعد كده، وقلنا البداية بتاعت السطور مهمة جدا، هعملها لكم تاني عشان نشوفها سوا. برتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وكمان بعمل سلسلة، وبعدين بشتغل عمود فوق غرزة الحشو اللي فاتت دي على طول بالشكل ده. يبقى كده انا كونت بالظبط عمود سلسلة عمود. تمام. وبعدين اعمل 5 سلسلة، 2 3 4 5. اوكي. هاجي هنا بقى يا جماعة هشتغل ايه، هشتغل، خلي بالكم معايا، انا هنا اشتغلت اهو عمود سلسلة عمود، هاجي هنا كمان في غرزة الحشو دي فوقيها هشتغل عمود سلسلة عمود. اوكي. اهو عمود سلسلة عمود، بعدين اعمل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. دي بقى غرزة الحشو بتاعة الزاوية الاولى، احنا عارفين بنشتغل فوقيها ايه، نشتغل مع بعض كده عمود سلسلة عمود، 3 سلسلة عمود سلسلة عمود. اوكي. بعدين اعمل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. هاجي هنا غرزة الحشو اشتغل عمود سلسلة عمود، بعدين 5 سلسلة، 2 3 4 5. غرزة الحشو هنا اعمل عمود سلسلة عمود، كمان 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. وابدأ اشتغل بقى هنا، وابدأ اشتغل هنا في الزاوية زي ما متعودين الشغل اللي بنعمله في كل زاوية. اوكي. عمود سلسلة عمود، 3 سلسلة عمود سلسلة عمود، وادي غرزتين الحشو اللي انا قصدي عليهم. فوق كل واحدة هنا هشتغل عمود سلسلة عمود زي كده. اوكي. دي الفكرة العامة، هفضل شغالة كده بقى على طول. فالسطر اللي جاي هيبقى فيه هنا 7 عمود، وهيبقى فيه هنا 7 عمود، وهنا زي ما احنا عارفين 7 عمود هنا في الفراغ ده غرزة حشو 7 عمود، وهكذا نبدأ نكرر كده. كل ما هنلاقي هنا الزوايا زادت، او غرزة الحشو اللي بين الزوايا زادت. كانوا الاول واحدة، وبعدين هيبقوا 2، اللي بعد كده هيبقوا 3 4، وبالتالي هيكبر بهذا المنوال على طول. اتمنى ان شاء الله انها تكون سهله وبسيطه. الحقيقه شكلها جميل جدا جدا، وزي ما قلت لكم بتكبر الشغل بسرعه. اتمنى انها تكون عجبتكم، وتعملوها البطاطين بيبي وتفرحوا بيها ان شاء الله، او تستخدموها في حاجات كتيره ممكن تفيدكم باذن الله. شكرا، ونتقابل دايما على خير في فيديوهات جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.